لو عاوز تعمل حاجة فعلا وتحقق حلمك او تشتغل بالشهادة بتاعتك في وقت الكل فيه بيقولك ان هي ملهاش لازمة، هقولك على 3 حاجات انا كان نفسي العمر يرجع بيا تاني عشان اعملهم. وعاوز اقولك على حاجة، اول ما تفتح القناة وتخش على فيديو تلاقيني فيه على السرير اعرف ان هيطلع مني كلام خطير. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. وخش يا ابني بالتتر. ماسكوم بلاتفورم، بيتك للإعلام الرقمي. وانت في الكلية اكتر حاجة هتجري وتعدي بيك هي الزمن والوقت، وهتلاقي نفسك بقيت في سنة رابعة سنة تالتة بتتخرج، اتخرجت والسنين دي راحت فين، حصل ايه وعملت ايه. وطبعا انت كل اللي هتفتكره من ذكريات ال4 سنين الصحاب والزمالة والسندوتش البطاطس السوري والكريب الكريسبي والشاورما مش عارف ايه والفطار والجامعة والليلة والهليلة. لكن انت كمهنيا عملت ايه؟ ولا اي حاجة. فانا نصيحتي ليك وكنت اتمنى استغلها بدري بدري، لان خلي بالك انا كنت دفعة كورونا في الثانوية العامة. كورونا استمرت معانا سنتين تقريبا، كان في اونلاين وابحاث والخ. فانا في سنتين تقريبا او سنة ونص من ال4 سنين انا كنت اونلاين. في كلية هي عملية بالاساس الاول وفي المقام الاول وكل حاجة فيها عملي عملي عملي. انا ما استفدتش بقدر كافي من اول سنة في الشارع، حركات في التكات. انت لو لسه داخل او في النص او حتى في الاخر حاول تنجز، حاول تنجز عشان تكونك كطالب محتاج اكسبيرينس محدده، لازم تكون تسلسليه، يعني بتيجي على مدى تراكمي مش بتيجي مره واحده. انت في اولى محتاج جرعه معينه من الخبرات، وفي تانية نفس الكلام، في تالتة قيس على كده وهكذا. صدقني ابدا بدري لان ده هيفرق معاك جدا. ما تقضيش سنه اولى في الهزار الكتير، ما بقولكش ما تهزرش لكن توازن، ما بقولكش ما تخرجش لكن بتوازن، ما بقولكش ما تتفسحش لكن بتوازن. انت في كليه هي عمليه، المقياس الوحيد على نجاحك هو ادائك داخل الملعب. انت مخرج وريني اخراجك ايه، انت مذيع وريني ادائك قدام الكاميرا عباره عن ايه، انت مونتير وريني هتمنتج الفيديو ده ازاي والى. انت هتلاقي عندك في الكليه بتدخل امتحان الفاينل نسبه كبيره، غالبيه كليات الاعلام في مصر وفي اي حته تلاقي ان الامتحان بتاع الفاينل ده لو قفلت الامتحان فانت معاك 50 درجه. طب والنجاح من 60 درجه فاضل لك 10 درجات، عارف هتاخدهم من ايه؟ عملي. فانت لو قفلت الامتحان بتاع اخر السنه ده وانت راجل دحيح جدا وبتذاكر جامد قوي ولا اي لازمه، لازم ادائك في العمل يكون 10 من 10. فابدا بدري، اتخصص بدري، ما تستناش التخصص بينك وبين نفسك انا عاوز اطلع كذا عاوز اشتغل كذا فاقعد ذاكر التخصص ده دلوقتي. والموضوع اتغير عني بكتير دلوقتي، اليوتيوب في حاجات قد كده، كورسات مليانه في كل حته. دور وسرش وذاكر واشتغل اشتغل اشتغل، احضر، ما تضيعش وقت. والله الايام هتجري بيك، انا مش مصدق نفسي ان انا داخل في سنتين تخرج. الحاجة التانية اللي ممكن اتكلم معاك فيها والناس كلها بتسألها وهي ليها علاقة بسوق العمل، والسؤال الاشهر هو فعلا اعلام ليها شغل وانا ممكن اشتغل بشهادتي؟ الاجابة ولكن في شوية شروط. عشان كده انا جاي اديك النصيحة. وانا في الكلية في سنة او سنتين اتدلعتهم جامد جدا، وكنت بقعد اخطط واكتب محتوى واقول هعمل وهعمل. هديك مثال، الريلز اول ما ظهرت ما كانش حد يعرف هي ايه، وكان قليل جدا ما حد يعرف يعملها بالطريقة اللي انت بتعمل كونتنت على اساسه هو ريل، مش تاخد من فيديو كبير جزء وتقتصه كده. انا كان عندي الخبره اني اعمل ريل كويس، وكنت بعمل ريلز وكان ساعتها في وسط الكليه ووسط الناس، دي حاجه جامده جدا. بعمل محتوى رياضي ودي شغلتي الاساسيه، مذيع رياضي، فدي الحاجه اللي كنت متميز فيها. هقعد اتخيل لو انا ما كنتش كسلت، انا كنت اشتغلت على الحاجه دي وتميزت فيها واتشهرت بيها، لان هي ما كانتش لسه حد بيعملها، زماني دلوقتي محقق ارقام وقياسات ونجاحات. حاجه مهم في وقتها انك تشتغل عليها. ايه تشتغل عليها؟ يعني العملي مهم، العملي ما العملي. ما تركزش في فلوس، ما تركزش في تقييم، ما تركزش هاخد 1000 جنيه هاخد 2000 جنيه، ما تاخدش خالص، بس اشتغل على الحاجه. فلوس والله ما كل حاجه، انت لسه طالب او لسه خريج او لسه قدامك. في اوقات لازم تبني بورتفوليو، وفي اوقات لازم تبني علاقات عامه، وفي اوقات لازم تبني فيها خبرات. عملي مهم جدا، ما تسيبهوش، ما تطنشوش. العملي اهم 100 مره من النظري. وخلي بالك مش عاوزك تندمج في الكليه. يعني ايه؟ يعني الكليه هتجبرك انك تلجمك تكتفك. انت عندك 1000 طالب في الدفعه، 2000 طالب في الدفعه، كل كليات الاعلام على مستوى واحد بس او 2 او 3 في كل دفعه بيتطوروا جامد جدا في مجالهم وبينجحوا وبيعملوا فلوس. ازاي؟ هو عارف ان الكليه مش هتضيف له حاجه زياده عن اللي قاعد جنبه. يبدا بره يشتغل وبره يروح وبره يجي وبره يتعلم. تودينا بقى النقطه مهمه جدا، وهي الحاجه الثالثه والنصيحه الثالثه. النصيحه الثالثه وهي الكورسات، ورش العمل، التدريبات، الخبرات، اي حاجه فيها افاده. حاول تاخد كورسات وتاخد ورش في كل مكان واي مكان. وخليني اقول لك ان احنا الفتره الجايه، وده مش اعلان، هنعمل ورشه عمل سجل في الفورم، والفريق التيم بتاعنا هيتواصل معاك ويقول لك كل التفاصيل. خليني اقول لك النصيحه الاخيره، ما تتنكش على حاجه. تلاقي كورسات غاليه وكورسات رخيصه ومتوسطه، شارك في كله. في البدايه جرب اللي تحت السلم واللي فوق السلم واللي على السلم. ثالثه ورابعه وانت بتتخرج او
بعد التخرج بروح بقى لاحسن اكاديميات مصر واحسن حتت في مصر، كل واحد هتتعلم منه حاجه، ومش شرط التعليم يكون بشكل مباشر في المنهج او الماده اللي بيقدمها لك. وانت قاعد في الكورس ركز عشان في تفاصيل بين السطور دون اتعلم منها. خليني قبل ما اختم اقول لك على حاجه، وهي الثلاث نصايح دول من تجربه، القناه دي معموله عشان تجارب، انت مش احسن حاجه، كلنا بنغلط كلنا بنتعلم. في النهايه خليك فاكر ان الاعلام مش مجرد مهنه، والميكروفون مش مجرد آلة، ده سلاح للي عنده رساله. ماسكوم بلاتفورم، بيتك للإعلام الرقمي.